يسعد لي مساكن. كيفكن؟ قصتنا اليوم، أنا متزوجة ومستقرة بحياتي مع زوجي وولادي، وعايشين عيشة مرفهين فيها. طبعا لأني أنا بشتغل بتجارة الألبسة، وبسافر بين تركيا والبلد اللي أنا فيها، وزوجي كمان شغله كتير جيد جدا، ومنطلع دخل كتير منيح مع بعض. والحمد لله عندي شغالة، حتى أنا هيك كتير شغالة كتير بحبها. اجت شوي تقريبا صار لها عمر عندي، وتعودت عليها، وهي كتير متعلقة فيني. أنا كتير طبعا بعاملها كتير منيح وبحبها كتير. أي شي بدها إياه أنا بلبي، واقفة حدها، وبساعد كمان أهلها. وشو بدك يعني، هي طبعا من دولة تانية، مش رح أحدد يعني. ماشي. مهم، وبس زوجي طول الوقت بيصرخ عليا، طول الوقت بيزعجها، طول الوقت بيقول لي أنا مش طايق هاي البنت بالبيت، ومن هذا الحكي طول الوقت. ماشي، يعني اللي بيسمعه بيقول شغلة كبيرة، يعني قد ما بي انه مبين انه بيكرهها فعلا. ليوم انا اجتني بدي اروح سافر على تركيا وجيب بضاعة، و ف اولاد، انا طبعا عندي ولدين، واولادي طبعا واعين. قالوا لي ماما لا هالمرة بدك تاخدينا معك. اصروا علي. ماشي، وفعلا جهزنا حالنا واخدتهم معي، سافرنا وقضينا وقت حلو بتركيا، وعملنا سياحة يعني. بس هي كان كلها 3 أيام، طبعا ما طولت. طبعا زوجي ضل بالبيت والشغالة موجودة، انه كان بالنسبة لي الموضوع عادي، يعني عارفة هو شلون عم يفكر فيها، وشلون انه على اساس بيكرهها، على اساس مش طايق وجودها في البيت. جينا من السفر، البنت فارطة من البكي، وما بدي اقولكن كيف كان منظرها وكيف كانت هيئتها. انا هون عندي شفتها كتير تضايقت، ويقول لها شو بك، شو صاير معك. فكرت انه مثلا طالعة مشوار حدا، او رايحة تشتري شي وهو اللي. المهم ضليت اصريت، قالت لي ماما غصبا عني. شو؟ زوجي معتدي عالشغالة. قالت لي طبعا غصبا عني، ضربني. وفعلا ما بدي اقول انه ممكن انه هي مثلا غوته، او هي اللي، لانه بتصير كتير يعني، سمعانين قصص هيك كتير. بس هي فرجتني اثار التعذيب اللي على جسمها، كيف ضاربها، كيف معذبها، يعني اغتصاب. كتير تضايقت، كتير انزعجت. ما بدي لكم، هو طبعا ما كان موجود في البيت، لانه ما بعرف شو كنت ساعتها بدي اعمل. كتير 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 حسيت انه رح يصير معي جلطة. مش شي اللي انا طبعا على فكرة ما اخذت موقف من البنت، لانه بعد ما شفت اثار التعذيب وكيف هو اخذها بالقوة مغتصبة، حزت بنفسي كتير، لانه هي انسانة وبني ادمة. و
حبيبتي يعني ما بدي اقول، معقول نحن الناس اللي عايشين معهم سنين ما نعرفهم، ما نعرف شخصيتهم، ما نعرف ميولهم؟ معقول ما نكتشف؟ معقول لهالدرجة انه شخص انا مع عاشرته صار لي عمر ما اعرفه انه هو بهالوحشية، بهالدناوة النفس، ما بعرف شو بدي، ما في حكي يعبر. المهم طبعا انا اللي صرفته اني اخذت البنت على اقرب مركز صحي، لأنه طبعا بهاي الحالة لازم تاخد علاج وأدوية. طبعا هي قلت لها ما بعرف انت حابة تخبري بالقصة او بس نروح، وانه هي كرامة الي البنت ما حبت تعمل فضايح. قال بس خليكي ماما حدي ما تتركيني. قلت لها اكيد لاخر لحظة. فعلا اخذتها واخذت العلاج وما اعترفت انه زوجي هو اللي عامل فيها هيك، قالت انه شخص ما بتعرفه. المهم ما بدي ما طول حديث، طبعا اتصلت بزوجي ما بعرف، المهم قلت له بتمنى انه انا ما عاد اشوفك في البيت، وانا لازم اطلب الطلاق خلص. فعلا لبى رغبتي وما عاد ما فرجاني وشه. البنت خليتها معي، ما معقول اني اتركها او اتخلى عنها، ما معقول. المهم مضى شهر شهرين، البنت شوي تغيرت، صار عندها أعراض، شكيت إنه حامل. فعلا تخيلوا عملنا تست الحمل، طلع في حمل. هون الصاعقة الكبرى إنه البنت الشغالة طلعت حامل، أكيد من زوجي. ماشي، طلعت إني أقوم بعملية إجهاض أو اترك للولد. شو مصير هيدا الولد؟ هيدا بقى أنا حابة أسمعكم، اسمع رأيكم. بنفس الوقت ما فيني أتخلى عن البنت، لأني إذا تتخلى عن البنت أو بدي قلاعة أو هي أنا كنت تخليت عن إنسانيتي، وخاصة إنه الموضوع صار غصبا عنا. وبعد طبعا لأنه أنا ما وقت اللي أخذتها على مركز طبي وهيك، والطبيب الطب الشرعي والهيك أنا عملت لها تقرير طب، إنه هن أكدوا إنه فعلا الموضوع تم غصبا عنا، إنه اغتصاب. مشان هيك بدي رأيكم أنتو بهاي القصة، شو رأيكم؟ تخلى عنا ونخلي الولد، شو مصير الولد؟ أو ما بعرف شو بدي أعمل، أو ما بعرف شو بدي أتصرف. حابة أسمع رأيكم بالكومنتات، يا ريت تكونوا منصفين، وأهم شي نتجرد من الأنانية ونكون منصفين ونكون إنسانيين. تحياتي لكم.